جايين من الرياض للدمام عشان نشتري. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله، النهارده ايه مش فاكر النهارده ايه. انا فين دلوقتي؟ انا على طريق الدمام، مسافر من الرياض للدمام عشان هجيب حاجه مهمه جدا 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 مستنيها بقالي كتير، وهروح اجيبها دلوقتي. يعني انا في الطريق دلوقتي، قدامي على الدمام تقريبا ساعتين ونص تقريبا. هستلمها وهنفتحها مع بعض، هنعمل لها انبوكسنج عشان دي حاجه انا منتظرها بفارغ الصبر بقالي كتير جدا. فيلا بينا نكمل على الطريق. انا دلوقتي في استراحه، معرفش اسم الاستراحه ايه بالظبط، بس هكمل الطريق ولما اوصل هناك ان شاء الله نبقى ناخد شوت تانية. هنا بس استلمتها. استلمنا الطلبيه الحمد لله. جايين من الرياض للدمام عشان نشتري اوزمو بوكيت 3. مش موجوده في الرياض، مش موجوده في الرياض ولا في اي حته تانية اصلا غير في فرع الدمام. فيلا معلش بقى، كان حصل مشكله كده، او هي مش مشكله، انا عارف من قبل ما اجي اصلا يعني ان انا اشتريت الكارد الغلط. الكاميرا مش بيجي معاها ميموري كارد، فبالتالي انا اضطريت ان انا اشتري ميموري كارد. ما خدش بالي ان انا المفروض اشتري المايكرو اس دي كارد. طبعا انا اشتريت اونلاين ورايح استلم من الفرع يعني. فقلت لهم بصراحه، ناس كانوا متعاونين جدا يعني، قلت لهم الكارت ده مش هيمشي مع الكاميرا اللي انا شاريها، وبالتالي عايز اغير الكارت وغيره لي، مفيش اي مشكله. جبت الاس دي كارد المايكرو العادي يعني. فالحمد لله خلصنا المهمه. قدامنا بقى 4 ساعات عشان نرجع الرياض تاني، وان شاء الله نوصل على خير يعني. بس اشترينا الاوزمو بوكيت 3 وحققنا المهمه الحمد لله. يا جماعه اقسم بالله انا مش مصدق اللي انا عملته ده، مش مصدق ان انا جيت من الرياض للدمام عشان اشتري كاميرا. ف اي هوب الصراحه ان هي تطلع ورث المشوار وورث كل حاجه، الايفورت اللي اتعمل يعني. بس هي الكاميرا الصراحه فيري بروميسنج، وناس كتير قوي بيشكروا فيها وبيقولوا عنها ريفيوز كويسه يعني. فان شاء الله ده يشجعني اكتر ان انا انزل محتوى يعني، وابتدي ان انا انزل فيديوهات وبس كده. كل ده في حب صناعه المحتوى. بس يلا اشوفكم ان شاء الله بقى لما ارجع الرياض واختم الفلوج على الانبوكسنج. مساء الفل، ايه الاخبار؟ امبارح رجعنا متاخر شويه الرياض، وصلنا متاخر شويه بس، ودلوقتي الساعه تقريبا 6 ل 10 اروح على البيت. هنعمل انبوكسنج للاوزمو بوكيت 3. ستي تيوند. طيب بسم الله. طبعا انا ما عنديش للاسف معدات اقدر بقى ان انا اصور واجيب لك، معرفش بقى الصوره من فوق ومش عارف من زاويه عامله ازاي وبرودكت شو كيسنج وحركات وبتاع. فاحنا هنتعامل باللي موجود يعني، او بالحاجه اللي متاحه عندنا. انا شاريها من مكتبه جرير في السعوديه. طيب عندنا اول حاجه في الكيس عندنا الميموري كارد. خلاص ده انا بدلته هناك يعني، انا كنت طلبت بالغلط اس دي كارد عادي، وبعدين اكتشفت ان المفروض كنت اطلب مايكرو اس دي كارد. والصراحه مشكورين هناك يعني مكتبه جرير. ده مش اعلان خالص ولا اي حاجه يعني، بس هم صراحه طلعوا متعاونين جدا وبدلوا لي الكارت ده. الساندسك اكستريم مايكرو اس دي كارد ال 512، والصراحه كارت كويس جدا يعني، مناسب جدا لتصوير ال 4K 24 و30 و60 اف بي اس، وحتى ال 120 اف بي اس بيقدر ان هو يتحملها يعني. وبعد كده عندنا بقى الشيء المهم جدا اللي طال انتظاره بالنسبه لي، الموست انتسيبيتد والمنتظر بفارغ الصبر، وهو الاوزمو بوكيت 3. طيب عندنا هنا من قدام شويه حاجات. عندنا طبعا اسم الكاميرا، عندنا صوره المنتج نفسه، وعندنا يعني شويه حاجات من قدام هنا، الباتري والميكروفون، معرفش حاجات زي كده. عندنا برضو الظهر هنا، عندنا بعض الفيتشرز الموجوده في الكاميرا، ال1 انش سيموس سنسور، برضو بعض البيانات الموجوده هنا اللي ليها علاقه بالكاميرا، 2 انش روتيتابل سكرين، او السكرين اللي هي فيرتيكال ولاندسكيب مع بعض. وعندنا طبعا اهم حاجه اللي هو ال 3 اكسس جيمبل. دي اكتر حاجه الصراحه بتميز الكاميرا دي عن غيرها من الكاميرات، ويمكن دي السيلينج بوينت الوحيده، او مش الوحيده الصراحه. الكاميرا الكواليتي بتاعتها او الجوده بتاعتها كويسه جدا، ولكن هي تكون فيها بيلت ان جيمبل دي حاجه الصراحه كويسه جدا جدا يعني. برضو الحاجه الجديره بالذكر، الكاميرا دي بتصور 10 بت فيديو، ودي حاجه مميزه جدا فيها على سعرها، وعلى ان هي كاميرا صغيره جدا يعني، بوكيت كاميرا يعني. نبدا بقى نفتح كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. طيب عندنا اول حاجه في كارت ظهر، اوه لا لا، دي جي اي. اوكي
صراحه الكيس بتاعتها شكلها شيك جدا. طيب عندنا بيبر وورك كويك جايد، انا مش برميه كده وخلاص يعني، الحاجات دي كلها موجوده اونلاين، وفي كمان توتوريالز على موقع DJI نفسه. فانا الصراحه بفضل الحاجات الديجيتال عن ان انا اقعد اقرا يعني في يوزر مانيوال. عندنا هنا ستيكر من DJI، عندنا هنا برضو كتيب صغير كده. فدي كده الكتيبات اللي موجوده مع الكاميرا والستيكر ده، معرفش. اوكي دي غالبا الكفر، دي حاجه تانية معاها مش عايزه تطلع. اوكي طلعت الحمد لله. ودي طلعت الميني مايني ترايبود اللي جاي معاها، عجبني قوي شكله الصراحه. تمام قشطه، خليه على جنب. طيب دي زي ما قلت تقريبا دي الكفر. ده الكفر بتاع الكاميرا، زي حاجه بنحط فيها الكاميرا يعني كده، عشان ما تتوسخش ما تجرحش الحاجات دي كلها يعني. فده شكلها من جوه، تحط فيها الكاميرا كده وبتتبيت في الحته الفاضيه دي. طيب نيجي بقى لمحتويات البوكس نفسه. فهنفتح البوكس مع بعض كده. اوكي ما شاء الله البوكس عمران. عندنا اول حاجه الكاميرا نفسها. اوكي طيب ماشي، نفتحها بالراحه كده مع بعض. اوكي بسم الله. دي كده الكاميرا اهي، شكلها لطيف جدا جدا وخفيفه جدا جدا جدا. تمام ده شكلها اهي. تمام فخليها على جنب دلوقتي برضه. اوكي. السكرين بتتلف كده اهي كده، المفروض ان هي هتقفل. ايوه، ولو لفيتها كده على طول تفتح معايا على طول الكاميرا. يا سلام على الحركات يا سيدي. طيب ولو حبيت ان انا سويتش. اوه. الموضوع الصراحة غريب جدا. الكاميرا بتبص لي يعني، هي عارفة ان انا ايا كان انا موديها فين، فهي انا ان فريم وان فوكس وكل حاجة يعني. يا سلام. الصراحة الموضوع في قمة الإثارة يعني. أنا مهما وديت الكاميرا في أي حتة، حتى لو شقلبتها كده، فهي شايفاني وعارفة إن أنا باصص لها. الموضوع الصراحه يجنن شويه. معلش ماشي. اي ثينك دلوقتي محتاج ان انا اركب بقى الميموري كارد بتاعي، بيخش على طول في الجزئيه اللي في الجنب دي كده على طول. اوكي يا جماعه دلوقتي محتاج اجرب بقى الميكروفون. يعني محتاج ان انا اديله باور كده. تمام كده هو اشتغل وبدا يدي معايا زي فلاشر ازرق كده. واي ثينك دلوقتي ان انا المفروض اشغل الكاميرا. المفروض الكاميرا بيظهر على الشاشه هنا حاجه لما الميكروفون يكون كونكتد، في مؤشر على الشاشه هنا اخضر بيبين لي كده ان المايك تمام. ده اول فيديو بسجله بالاوزمو بوكيت 3. كده ركبت الترايبود. نفتح بقى كده الترايبود. لا اثبت. انا كده بصور دلوقتي، الكاميرا بتصورني واخده الانجل مظبوط جدا يعني. انا اللي عايز اوريكم بس، ادي هنا الكاميرا اهي ما شاء الله يعني، واخده الانجل بالظبط بتاعت انا دايما في الكادر. انا رحت يمين رحت شمال، هي الكاميرا عاملالي تتبع. الموضوع الصراحه سوبر كريزي يعني. بقالي من امبارح عمال بجرب في الكاميرا وبجرب حاجات يعني وبتاع، وبستخدم البرو مود عشان اعدل بقى في الفيديو ان انا اصور برو يعني. فاكتشفت ان الكاميرا ما اقدرش ان انا اعدل في الابتشر او فتحه العدسه، ما قداميش بس غير ان انا اعدل الشطر وان انا اعدل الاي اس او. فطبعا في اجواء مثلا زي كده نهار شمس ساطعه جدا، اكتشفت ان انا لازم استعمل ND فلتر عشان يقلل كميه الضوء اللي داخله العدسه. فجبت الشيء اللي معايا دلوقتي دي ND فلتر سباك من شركة نيور. ودي بتيجي عبارة عن كيت فيها 6 ND فلتر، في 16 و32 و64 و256، وفيها UV فلتر وCPL فلتر. طيب دي كده محتويات العلبة. في زي مانيوال، في تقريبا زي حاجات تمسح بيها مايكرو فايبر او حاجات تمسح بيها العدسات ديت بس. ودي الفلاتر بقى نفسها، ودي هنجربها على الكاميرا دلوقتي عشان نشوف بقى قدرتها على تقليل الضوء الساطع النهاري ده، عشان خاطر نقدر ان احنا
يعني ناتشيف اللوك اللي احنا عايزينه. يعني طبعا انا اقدر ان انا استعمل الاوتو مود في الكاميرا او ان هي تظبط كل الحاجات دي من تلقاء نفسها، واقدر كمان ان انا اتحكم في الشاتر سبيد، ان انا ارفع الشاتر سبيد شويه عشان خاطر يقلل كميه الضوء. بس انا عايز اوصل للوك معين اللي هو اللوك السينمائي اللي الناس كلها بتصور بيه، اللي هو دايما الشاتر سبيد بتبقى دبل الفريم ريتس او دبل الاف بي اس. فاحنا هنصور ان شاء الله بالكاميرا 4K 24 فريم في الثانيه، فالمفروض ان انا الشاتر بتاعي يبقى 1/50. طبعا 1/50 في الاجواء المشمسه دي يعني هيبقى الصوره اوفر اكسبوزد جدا جدا جدا، ولذلك هنستعمل بقى الاندي فلتر ده عشان نحافظ على الشاتر يبقى 1/50 of a second او 1/50، ونحتفظ او نخلي الضوء او الصوره يعني الاكسبوجر بتاعها كويس مش اوفر اكسبوزد. هنعمل بس بروفا قبل ما نركب الاندي فلتر. انا هنا مستعمل سيتنجز، مستعمل البرو فيتشرز. طيب انا هنا مستعمل البرو مود، وفي الاكسبوجر مستعمل شاتر 1/50، والاي اس او عندي فاريبل رينج من 50 ل 400. دلوقتي هنركب الاندي فلتر ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل في الصوره، لان الصراحه انا يعني مش شايف اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه باينه. طيب يعني الاختلاف اظن واضح جدا. انا دلوقتي ركبت الاندي فلتر، ركبت اللي هو ال 32، وفي فرق شاسع يا جماعه في الصوره، يعني فرق الصراحه رهيب رهيب. احنا تقريبا دلوقتي شايفين كل حاجه. نعدل كده الجنبل، ايوه. فرق رهيب، انا تقريبا شايف كل حاجه دلوقتي. السلام عليكم. النهارده اليوم الثالث على التوالي اهو بنجرب الاوزمو بوكيت 3، وبصراحه عمال اجرب في موضوع المانيوال مود ده، ومتعب قوي الصراحه، متعب الموضوع المانيوال مود. بس انت لو عايز فعلا سينماتيك شوت حلوه جدا لازم تستعمل المانيوال مود. فانا النهارده استلمت يعني كنا جبنا الاندي فلترز قبل كده عشان نستعملها، عشان نعوض طبعا او نكمبنسيت الفتحه العدسه بتاعت الشاتر البطيء اللي هو 1/50. بنحاول ان احنا نكون نعمل له كومبنسيشن عن طريق الاندي فلترز عشان نحد من كميه الضوء اللي داخله للكاميرا شويه. فاحنا كنت جبت مجموعه اندي فلترز فيها ال16 وال32 وال64 وال256، ولكن تجربتي معاها الصراحه متعبه. يعني هي تجربه ممتازه جدا، هتحقق الموشن بلور بيكتشر اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل لها مع الشاتر 1/50 في الثانيه، ولكن طبعا تغييرها وان انت تختار الفلتر المناسب والحاجات دي امر صعب شويه، زي ان هي بتتوسخ وحاجات زي كده وبتقع. فانا النهارده جبت ده خلاص. دي برضو فلتر من شركه نيور، بس ده فلتر واحد فاريبل من اندي 2 لاندي 32. تجربتي الصراحه مع الفلاتر في الشمس اللي هي العاليه قوي دي، عشان برضو ان احنا ما نبقاش بنستعمل اي اس او عالي، او عشان خاطر اصلا هو ده المينيمم اي اس او اللي انا اقدر اوصل له، اللي هو ال50 من 50 ل 400. مش عايز اطلع عن اي اس او 400. بس احنا في الشمس الحاده دي عشان ان انا اقدر ان انا اظبط الصوره ويبقى عندي كوريكت اكسبوجر لازم استعمل اندي فلتر. ومن خلال استعمالي الاندي اللي هو ال64 ده اللي كان محقق لي المعادله دي في الشمس اللي هي قويه جدا جدا جدا. فهل ال 32 هيقدر يوصل للمرحله دي من غير ما اضطر كل شويه افك الاندي فلتر واركبه تاني؟ لان انا طبعا هبقى بعمل فلوجات او بصور في اضاءات مختلفه، فاضاءات مختلفه معناها ان انا لازم اتحكم في الاندي فلتر، ان انا اقلله ازوده الحاجات دي كلها. عشان كده جبت النهارده الفاريبل اندي فلتر اللي معايا دلوقتي من شركه نيور، وهحاول ان انا افتحه دلوقتي اعمل له انبوكسنج. يعني هو جاي طبعا انا شاريه من امازون، وهو جاي متبرشم كده اهو. ده الاندي فلتر الفاريبل من شركه نيور. ده كده شكل الفلتر. طبعا بيبدا من 2 ستوبس لحد 5 ستوبس. 5 ستوبس دي اللي هي الفول 32. خلينا نجربه دلوقتي ونشوف. طبعا انا جربت الان دي فلتر اللي هو الفاريبل كويس جدا وبيقوم بالمهمه بتاعته ومفيش اي مشكله. انا بس مشكلتي في حاجه واحده بس، يعني تمام احنا فهمنا الفكره وخلاص تمام. خلاصه الموضوع الان دي فلترز ايه، او خلاصه التصوير عامه او استعمال الاوزمو بوكيت 3. الكاميرا مش معموله عشان التصوير البروفيشنال. الكاميرا بتعمل وظيفتها بشكل كويس جدا 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 في ان هي تظبط الاكسبوجر، ولكن طبعا مع ان هي بتقدر ان هي تتحكم في الشاتر سبيد. سنس ان احنا فاتحين المانيوال او البرو مود ومثبتين الشاتر سبيد على 1/50 عشان ناتشيف اللي هي قاعده ال 180 درجه بتاعه السينماتوجرافي، عشان نحقق الموشن بلور
افكت. فطبعا احنا مضطرين نثبت الشاتر سبيد، وده طبعا في الاجواء النهاريه او في الاضواء العاليه جدا عامه اللي هي فيها اوفر اكسبوجر الكاميرا او انت نفسك هتعاني عشان خاطر تظبط الاكسبوجر بتاعك. احنا استعملنا الان دي 64 فلتر، استعملنا الان دي 32، واستعملنا 16، واستعملنا كمان الفاريبل اللي هو بينزل لحد ان دي 2. وفعلا هي الفلاتر بتأدي وظيفتها في الفتره النهاريه اللي الشمس بتكون حاميه جدا فيها. ولكن انا تجربتي الشخصيه مع الان دي فلترز ان هي مرهقه جدا في التركيب، متعبه، بتقع، بتتوسخ. الكاميرا في وجهه نظري مش معموله عشان انا اقعد كل شويه اركب ان دي فلترز وافك ان دي فلترز. اصلا انا اكتشفت ان انا وانا بركب وافك انا بضغط على اجزاء الكاميرا او بضغط على الجيمبل الهيد بتاعه الكاميرا اللي بتتحرك، وده نوعا ما انا برضو قريت ان هو ممكن ياثر على الموتورز او الميكانكس الموجوده في الجزء ده، وممكن يقلل من عمر الكاميرا. طبعا ما حدش عايز ان هو يوصل للمرحله دي، حتى لو هي البيلد كواليتي بتاعتها او الخامات اللي فيها محترمه وكويسه. برضو عمليه الفك والتركيب وتنظيف الان دي فلترز وتغييرها كل شويه، ان دلوقتي مثلا احنا الصبح، لا دلوقتي بعد الظهر، لا دلوقتي بقينا مثلا المغرب، فهنبدل من ال 64 هنبدل ال 32 ولا هنبدل ال 16 ولا هنشيل خالص الان دي فلتر عشان الاكسبوجر ضعيف، ولا كل شويه اقعد اشوف لا انا ويل اكسبوزد، لا انا اندر اكسبوزد، انا اوفر اكسبوزد. كل الكلام ده طبعا انا حبيت ان انا اخد الاكسبيرينس دي. طبعا الصوره الموشن بلور والكلام ده كويسه جدا، هي حلوه، ولكن انا جربت دلوقتي ان انا اصور بفول اوتوماتيك، فول اكسبوجر طبعا، وفول او اوتو وايت بالانس. الصوره كويسه جدا، وحتى دلوقتي بعد ما خلاص يعني تقريبا الدنيا خلاص ليلت، برضو الصوره ويل اكسبوزد. ظابط انا الكاميرا على الاوتو، وهي يعني قدرتها على ان هي تظبط الاكسبوجر ممتازه جدا، وحتى قدرتها على تظبيط الاوتو وايت بالانس او الوايت بالانس برضو ممتازه جدا. مش حاسس ان الصوره مثلا مزرقه ساعات ولا مثلا محمره او مصفره ساعات، لا الصوره دايما بحس ان هي بتحاكي الواقع او بتحاكي الوان الواقع بشكل كبير جدا. حته البرو مود انا شايف ان هي معموله لناس معينه، اللي هي الناس اللي عايزه او واخده موضوع التصوير بالاوزمو بوكيت 3 كبروفيشن او مهنه، او بيصور فيديوهات بطريقه معينه بيكسب منها مثلا او بيشتغل فيها او اي حاجه من الحاجات دي. لكن كحد هاوي بيحب التصوير، عايز يفلوج او جايب الكاميرا دي عشان يعمل فلوجز، لا انا مش شايف ان هو محتاج الان دي فلترز خالص. هل هي ورث ات؟ بالنسبه لناس معينه، البرو او البروفيشنال فيديوجرافرز اللي بيشتغلوا في الفيديوجرافي كمهنه بيكسبوا منها فلوس. لكن كناس هواه بيصوروا محتوى للتوثيق، بيصوروا محتوى حتى لو هم اصلا بيحبوا التصوير والفيديوجرافي وشغوفين جدا بيه، انا شايف اللي عايز يعمل فعلا حاجات بروفيشنال وهتاخد منه وقت وكده، وحتى لو مش هتاخد منه وقت في التصوير، فانا شايف ان الاوزمو بوكيت 3 مش هي الاختيار الامثل لده. لان انت طبعا الداون سايد الوحيد اللي انا شايفه في الكاميرا دي هو موضوع الابتشر، ان هو لوكد على 2.0. انا لو ليا تحكم على الابتشر كنت خلاص مش هحتاج الان دي فلترز في حاجه، وخلاص لو انا شايف ان الاكسبوجر عالي او قليل خلاص هبتدي ان انا اقلل الابتشر بتاعي شويه، او حتى ممكن اغير العدسه كلها. بس طبعا تغيير العدسه انا شايف ان هو اسهل بكتير من ان انا اغير قطعه صغيره جدا من الجلاس محطوطه على كاميرا بتلف على جنبل. فالموضوع طبعا مرهق وشاق. عايز تصور حاجه فعلا بموشن بلور وسينماتكس وحاجات زي كده، ممكن تروح لاوبشنز زي السوني، زي الكانون، زي الحاجات بروفيشنال كاميراز يعني، عشان يكون ليك تحكم اكتر على الضوء. يعني ما تضطرش انت تلجا لقطع صغيره زي دي، قطع صغيره جدا يعني تركيبها وفكها بيكون شاق ومتعب خلال اليوم او خلال التصوير. يعني لو انا مثلا في رحله ولا انا مثلا في مكان يعني صعب جدا ان انا كل شويه اقعد افتح الشنطه واطلع مش عارف قطعه صغيره جدا وافك واركب وادخل في الشنطه تاني وما اعرفش ايه، بروسيس متعبه جدا. شايف ان هي تو بي دان عن طريق كاميرا دي اس ال ار، كاميرا كبيره مش كاميرا صغيره زي دي وعليها جيمبل، ممكن زي ما قلت الميكانكس دي تتاثر او حاجه. فخلاصه الموضوع انا هستعمل الاوزمو بوكيت 3 فول اوتوماتيك اوتو اكسبوجر، ممكن اعدل في حاجات بسيطه زي الشاربنس الحاجات دي، وطبعا هصور بالكالر بروفايل اللي هي الدي لوج، وهعمل كالر جريدنج في البوست. ده كان كل حاجه بالنسبه لفلوج الاوزمو بوكيت 3، وشكرا جدا جدا لو لسه متابعني لحد دلوقتي. ده نهايه الفلوج بتاع النهارده او بتاع الاسبوع ده يعني، وبس كده، وان شاء الله اشوفكم في الفلوج اللي بعد. سلام.